المراهق اللي بيقبل إن حد يتنمر عليه. ليه بيقبل ده؟ لأن هو في البيت مش واخد وضعه، مش محسسينه إنه هو ليه أهمية. الأب والأم بيتنمروا عليه، بنقولها باللغة العامية كده، بيطلعوه على المسرح. لو متجمعين في قعدة عائلية بيتنمروا على ابنهم ويضحكوا عليه قدام الناس، فلما يروح المدرسة وحد يتنمر عليه بيتقبل ده، وده بيعمل له ضعف في شخصيته، بيعمل له قلة ثقة بنفسه. تحصيله الدراسي بيبقى متدني جدا. لازم أنا أم وأنا أب أكون قدوة، أكون سند لابني، أعلمه ياخد حقه، أعلمه إن هو بكلمة واحدة يقدر يسكت اللي قدامه، أعلم ابني إن هو قيمة، أبرز له نقط القوة في شخصيته حقيقية مش نفاق. أكلمه كلام حلو كتير، أحضنه، أخرج معاه، أحسسه بقيمته، دايماً أبقى موجود في حياته، عشان لما حد يجي يتنمر عليه هو عارف هو مين. فلما حد يجي يقول له أنت ما بتفهمش، هو عارف إن هو بيفهم. حد يقول له أنت مش ذكي، هو عارف إن هو ذكي، لأن عنده نتائج ملموسة، مثلاً تحصيله الدراسي كويس، عنده أنشطة رياضية هو متفوق فيها، بيروح الجيم وبيبني عضلات، هو ذكي، هو متفوق. فلما يجي حد يتنمر عليه مش هيقبل ده، وهيرد الكلمة بكلمة وبأدب. طيب لو حد اتنمر عليه في المدرسة، يروح للأخصائي أو يروح للمدرس المسؤول يشتكي وياخد حقه. ممكن ما يردش الإساءة بإساءة، بس ياخد حقه بطريقة تسكت اللي قدامه. انت دورك كأب ودورك كأم تبنوا شخصية الولد. ربنا يحفظ أولادنا جميعا.